مش عارفه ازاي بس هنجرب. ده ازاي يعني؟ ازاي؟ شفتها وكان نفسي اجربها وقلت هجربها معاكم. لو حلوه هنزل لكم الفيديو بالطريقه، لو مش حلوه سكمل بكمل. اصل انا بصراحه برضو مش عارفه ازاي يعني حد يعمل كده، بس شفت لها اكتر من فيديو، فيلا نجربها. اول حاجه معانا ايس كريم ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين ساره معاها ايس كريم، يبقى طبعا ايس كريم دومانسي العربي. شوفي لي كده بولة الايس كريم، خبر ابيض. بصي الجمال، بصي الحلاوه، بصي في كده خطيره. بصي وردة حبنا. وادي الايس كريم. الغريب بقى اللي انا مش عارفه اتوقعه انهم هيضيفوا ميه سخنه. ادي الميه السخنه، ميه سخنه على الايس كريم يا ساره. والله هم عملوا كده وانا قلت اجرب. ندوب بقى وبعدين هننزل بحليب ساقع، وهنحتاج قهوه سريعه الذوبان النوع اللي انتوا عايزينه. معلقه اهي كبيره من القهوه سريعه الذوبان، معلقه كبيره من السكر. ناخد كل ده مع بعضه كده. مضرب النسكافيه بتاعي باظ فهنستخدم الكبه. يلا بينا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده صوص كراميل كده، نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الشكل من بره عامل ازاي؟ شايفين تداخل الالوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ لا بجد ايه الحلاوه دي؟ ده ازاي يعني؟ ازاي؟ خطير. ايس لاتيه، كراميل لاتيه اللي الكوبايه بنجيبها برقم وقدره، عملناها في البيت. بجد ما كنتش متخيله ابدا النتيجه الرهيبه دي. بس السؤال هنا بقى، لو كنا جربناه باي نوع ايس كريم تاني غير ايس كريم دومانسي كان طلع بالحلاوه دي؟ بصراحه اشك. ايس كريم يا جماعه يعني دومانسي، الحاجه الحلوه الطبيعيه الفريش البيور. يعني مثلا تعالي لي كده واتفرجي على احلى ايس كريم فانيليا. انا عايزاكم هنا بقى في الكومنتات تقولوا لي مين جرب ايس كريم دومانسي. انا بقول لكم عليه دلوقتي بقالي سنه، جبار يا جماعه. بصوا اللي بالفانيليا طعم الحليب فيه تحسيه بالقشطه كده، يعني دي مش فانيليا. انا اصلا ما كانش ليا غير في ايس كريم الشوكولاته، عرفته بقى حبيته وعشقته وبقى موجود عندي طول الوقت. يا جماعه انا بكافئ الولاد بيه، اللي بيسمع كلامي لما برجع من الشغل بقدم له، لو مثلا جالي ضيوف او صحاب ولادي بقدم، فده عندي اساسي. عايزه اقول لك بقى انه متوفر باكتر من مقاس. يعني اول مقاس ده معانا روفانا، ده بيكون لتر لكن فعليا 600 جرام. عايزه اقول لك حلو قوي، متوفر بفليفر او 2 فليفر او 3 فليفر. يعني زي ما حضرتك شايفه كده، ممكن تجيبي الفانيليا لوحدها والشوكولاته لوحدها والمانجا لوحدها، وممكن تجيبي الثلاثه مع بعض في علبه واحده. حلو قوي وهيل قوي وموفر قوي. كمان معانا لمه العيله، ده بقى بيكون 2 لتر لكن فعليا كيلو وربع، متوفر منه فليفر واحد او 2 فليفر او 4 فليفر. بصوا حلو قوي يا جماعه. وبصرف النظر عن الاطعمه الموجوده دي، عندهم اطعم تانية كتير. يعني اسالوهم يا جماعه، اسالوهم عن البيستاشيو، الجيلي كولا، اللبان، الكاندي، عندهم حاجات تحفه. يعني عندهم كمان ليمون نعناع بطيخ، مفيش حاجه مش موجوده عندهم. بصوا هنا، بصوا الايس كريم متماسك ازاي، يجنن. على فكره بيفضل معايا كويس جدا ما شاء الله، لحد ما اخده عند واحده صاحبتي، اخده عند ماما، بجد حلو قوي. عايزه اقول لك متوفر كمان الدومانسي ده بقى جبار، ده 3 لتر بس بيكون 2 لتر فعليا. عايزه اقول لك متوفر فيه فليفر واحد واثنين فليفر وكمان 4 فليفر زي ما انت شايفه كده. وعلى فكره مش لازم الاربع اطعم دول مع بعض، انت ممكن تطلبي حاجات تانية موجوده عندهم. اسالوهم يا جماعه، وخصوصا انهم عاملين اطعم كتيره تحفه عشان العيد، وكل سنه وانتم طيبين طبعا. بصوا الحلاوه. انا عايزه اقول لكم ان انا جايبه الجالون الكبير ده عشان اخده معايا في العيد واحنا رايحين عند ماما. يا دوبك يعني انا طلبت، قلت اكافئ الولاد وهما بيذاكروا واخد معايا عند ماما وانا رايحه في العيد. هناك بيكون موجود اختي بتبقى نازله من السفر، وكمان اخويا واولاده، فبيكون حلو قوي كلنا بنتجمع مع بعض. عايزه اقول لكم يا جماعه ان مصنع دومانسي العبد موجود في طنطا، وبيخضع تحت اشراف وزاره الصحه. وبجد لما تجربوه هتحسوا انكم بتاكلوا ايس كريم زي اللي موجود في المحلات. ما هو يا جماعه، يعني المحلات بتطلب منهم لانهم المصنع بنفس ذات نفسه، فانتهزوا الفرصه واطلبوا من المصنع نفسه وفرحوا ولادكم في العيد. وكل سنه وانتم طيبين.